يا مساء الفل على احلى متابعين معايا. هعمل معاكم النهارده الفراخ المشويه في البيت بطريقه سهله جدا ومكونات موجوده في البيت. عندي 4 بصلات مفرومين، طماطميتين مفرومين، وقرنين فلفل، واحد حامي وواحد بارد او زي ما انت عايزه، وعندي فلفل اسود وبهارات وكمون ومعلقه سكر، ونقعت الفراخ فيهم ساعه. بعد كده هحط على الوش معلقتين صويا صوص على معلقه زيت عشان تديها لمعه. تمام. وهحطها على وش الفراخ بالشكل ده من ورا ومن قدام. وهنا انا حطيت الفراخ على شبكة الشوي، وهدخلها على الفرن نص ساعة بالظبط. انا هنا بقلبها عشان احط على الوش التاني، وطبعا الصاج الاسود ده عشان خاطر تنزل الدهون بتاعتها، واحط فيها شوية مية عشان البخار بتاعها يساعد على الشوي وتبقى طرية معاكي. انا هنا هدخلها الفرن بالشكل ده من تحت، وبعد كده هديها لون من فوق. ده شكلها معايا. هنا بقى ولعت فحماية وحطيتها من تحت كده عشان تدي ريحة الشوي. ويا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، وما تنسوش لايك وشير. السلام.